صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا نازله كده اجيب شويه حاجات من جنب السوق، فقلت اخدكم معايا وندخل كده السوق ونشوف اسعار الخضار واسعار ايه الاخبار اسعار الحاجه النهارده. النهارده السبت، فبيبقى عندنا السوق مش قد كده، يعني معظم المحلات قافله. كمان بتوع السمك بيبقوا قافلين، يعني معظم بتوع السمك اللي بيبقوا موجودين اللي هو السمك المستورد والكلام ده. فبيبقى معظم السوق قافل، بس برضو بيبقى في ناس فاتحة، وهننزل مع بعض دلوقتي ونشوف الأسعار ونشوف أسعار الحاجة. الساعة 10 دلوقتي الصبح، فقلت كده أخدكم جولة معايا ونشوف الأسعار، وكمان هنشتري شوية مشتريات مع بعض نشوفها إن شاء الله. فيلا بينا نبدأ مع بعض الفيديو ونصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ولو مش مشتركة في القناة تشتركي وتفعلي الجرس، ولو أول مرة تشوفيني أنا رشا ما تنسيش تحطي لايك للفيديو. تعالي نبدأ مع بعض وننزل مع بعض ونسمي الله. الفاصوليا بكام؟ الجزر والجزر بكام؟ بصي هاخد لك كيلو ب 10. الخيار بكام يا حاج؟ 10. ليمون بلدي حلوين ب 8 وكيلو ونص ب 10، بلدي يا ماما ب 12 وب 8 جنيه. البسله بكام يا حاج؟ والفاصوليا ب 10. مش هجيب عارفه ظروفك كنت تحطي يعني عايمه فيه. البطاطس بكام؟ البطاطس ب 12 وب 10 كمان. جوفيا باه كيلو ونص ب 10. مانيش عارفه ليمون وبلد خلي كله مضغوط. الملوخيه بكام؟ ب2 ب5. ملوخية ب70. الكوكا بكام يا حاج؟ 12 و6 ونص مظبوط. ده انت انا وصح. الكوكا بكام؟ الكوكب 15 والبلح 2 ب 25. بلح 2 ب 25. طماطم بكام يا حاج؟ كيلو ونص ب 10. الله يسلمك يا حاج. التوم بكام؟ ب 10. تعالى عم البصل بكام يا حاج؟ ده كيلو ونص ب 10 ونقول لك 5. امال ده بكام؟ البنجر بكام؟ هجيب اللي عايز واحد. بكام الاستفندي يا حاج؟ بكام؟ كيلو ونص ب 10. البطاطا بكام؟ بطاطا بكام؟ انا لسه ما جبتش حاجه اصلا. الفراخ بكام؟ ب 42. والبانيه بكام؟ 105. ربع فرق. انت واقف مجنون. انت خايفك باكل مي. ايوه انا قلت لك كده. البطاطس دي بكام؟ دي كيلو وربع ودي ب 10. لو جيت بعد الدرس امال دي بكام؟ دي 2 كيلو ب 25. ايوه ما شاء الله. أنا شفت فيكي مرمطة وعرفت فيكي
بكام يا حاج؟ والباميه بكام؟ بكام؟ ب20. القلقاس بكام يا حاج؟ كيلو وربع ب10. بعد ما رجعت من السوق تعالي بقى اوريكم انا اشتريت كده مشتريات بسيطه جدا فاشتريتها، وتعالى اقول لكم برضو لو في حاجه نسيت اقول لكم سعرها في السوق. فجبت هنا الخيار دوت، عايزه اقول لكم الخيار اليومين دول تحفه بجد، خيار بلدي ريحته جميله جدا، في المخلل كمان حلوه قوي، وسواء كمان في الاكل جنب الجبنه جنب في العشاء جنب الفطار او في الفطار او في العشاء يعني حلو جدا. بحاول اجيبه كده بيبقى كله مقاس واحد زي ما انت شايفه كده، واخلله بيبقى طعمه حلو جدا، وبخلله بطريقه سهله جدا وبسيطه يتاكل على طول. لو عايزه الطريقه اكتبي لي في التعليقات. جبت البطاطس ديت، ونلاقي البطاطس اللي هي التحمير ازاي، شايفه قشرتها بيضه خالص وتكون كده خفيفه تمام، بتلاقي القشره خفيفه كده، ما تبقاش البطاطسيه غامقه وما فيهاش اي خبطات ولا اي حاجه زي ما انت شايفه بالطريقه ديت. حلوه جدا، وبطاطس تحمير، وفي الصينيه بتطلع مرمله كده وجميله. فلو لقيتيها هاتيها. ديت كانت الكيلو ب10 تمام، في ب12 وفي كيلو وربع ب10 ودي ب10 تمام. جبت هنا كمان لحمه مفرومه، وجبت كمان لفه جلاش تمام. جبت 2 كيلو موز، الكيلو ب15، وجبت هنا كوسه حلوه جدا. انا بحب اعمل الكوسه دي صينيه بطريقه جميله جدا، عارفه ناس كتير مش بياكلوا الكوسه بس بعملها بطريقه حلوه قوي بتعجب الولاد، لكن لما بعملها بطبيخ او كده مش بياكلوها تمام، عشان انا عندي كمان الولاد ما بياكلوش محشي الكوسه، فبضطر اعملها الصينيه ديت. فبس بامانه بتبقى طعمها حلو جدا، واي حد لو كلها هيحبها. جبت هنا الطماطم زي ما انتم شايفين كده، الطماطم اليومين دول حلوه جدا، بس سعرها يعني شادت شوية، بس اقل برضو يعني ب6 جنيه. كانت اليومين اللي فاتوا كانت ب10، سعرها اقل، بس هي حمرا وجميلة وكمان جامدة في نفس الوقت. حلوة قوي برضو لو عايزة تخزني الطماطم اليومين دول حلوة. الجزر بقى جبت جزر، والجزر اليومين دول بجد تحفه. انا بحب جدا الجزر الاورنج ده، لاني عندي هنا بيحبوا الكول سلو جدا، والجزر اللي هو اللون الاورنج الغامق ده بيبقى مسكر وطعمه حلو قوي، بيدي طعم حلو جدا للكول سلو او سواء للاكل كمان تمام. على قد ما نقدر ناكل ولادنا اليومين دول خضروات حلوه جدا. وكمان لو بتحبي تخلي المخلل الجزر برضو حلو اليومين دول، وفي لفت كمان في السوق كنت هجيبه نسيت المره الجايه. جبت هنا نص كيلو فلفل على اني عندي، فقلت ايه يبقى زياده في البيت. وجبت هنا البلح الرطب ده، هنعمل بيه حاجه حلوه كده ان شاء الله. عايزاكي كده تتوقعي هنعمل بيه ايه. مش عارفه عندكم البلح ده اسمه ايه، هنا عندنا اسمه بلح رطب تمام. فجبت البلح ده حلو جدا، وكمان هعمل لكم بيه الفيديو جاي ان شاء الله حاجه حلوه هتعجبكم جدا، سهله وبسيطه. بس كده انا جبت كده مشتريات بسيطه، واتمنى الجوله بتاعه السوق تكون عجبتكم النهارده. ما جبتش طبعا خضار زي البسله او الباميه او الحاجات دي، لاني عندي مخزنه عندي في التلاجة، فما جبتش الحاجات ديت. انا جبت كده حاجات بسيطه. اتمنى بقى الفيديو يعجبكم، واتمنى تقولي رايكم في التعليقات، ولو شجعيني بقى باللايك واشتراك في القناه لو مش مشتركه. شكرا ليكم، سلام عليكم.